في الفيديو ده هشرح لكم طريقة تعريب قوائم لعبة بيس 2013 نسخة الكمبيوتر وإضافة التعليق العربي. انتظروني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبو اليسر تك. النهاردة هشرح لكم طريقة تعريب قوائم لعبة بيس 2013 وإضافة التعليق العربي. أي لاعب بيس فاهم حاجة واحدة كويس، إن كل قرار جوه الملعب بيفرق. لما تكون القوائم إنجليزي والإعدادات مش واضحة، أنت بتلعب بنص إمكانياتك حتى لو مهاراتك عالية. تعريب بيس 2013 بيحل المشكلة دي من الأساس. بتفهم الخطة اللي أنت مختارها، بتعدل التعليمات وأنت واثق، وبتلعب وأنت فاهم كل اختيار بتعمله. والتعليق العربي مش بس حماس، ده جزء من التركيز والإحساس بالماتش. بيخليك متابع كل تفصيلة وحاسس باللعبة لحظة بلحظة. علشان نعمل كده، تعريب القوائم في بيس 2013 مش بيحتاج تنزيل أي ملفات، لكن التعليق عشان تضيفه لازم تنزل ملف صغير خاص بالتعليق. أنا هسيب لكم اللينك في الوصف. التعليقات اللي عندنا هم 3 تعليقات. أنا هنزل آخر تعليق بتاع فهد العتيبي، نعمل له كوبي ونروح على أي مدير تحميلات عندنا وندوس هنا كده وندوس على دي. نت مش شغال، ثواني. ندوس كده تاني، هننزل تحت، هندوس على فري داونلود. طبعا هنكنسل اي اعلان، هندوس على فري داونلود، هندوس على كرييت داونلود لينك وندوس هنا ونستنى العداد لحد ما يخلص. هنا بيقول لك اختار الصورة اللي فيها عربيات، هندوس هنا verify. غلط، هنجرب تاني. كده تمام. هندوس هنا create download link، هنلاقي اللينك فوق. ايوه اهو ظهر معانا، هندوس هنا وكده يبدأ معانا التحميل. انا طبعا محمله قبل كده، انت هستناه لحد ما يخلص. انا محمله فاحد اهو. هنفتح مدير الملفات، ذاكرة داخلية، داونلود، 1DM compressed. هنلاقي الملف اهو، هنفتحه تطبيق رار، نحط علامة كده على الملف وندوس هنا عشان نفك الضغط. كده هيفك الضغط ايه في نفس المكان. ندوس اوكي. هنرجع تاني لمدير الملفات، ادي الفولدر اللي عمله. هناخد الملف ده كوبي ونرجع كده، هنروح للمكان اللي احنا مثبتين فيه اللعبة. انا مثبتها هنا في جيمز، داونلود جيمز بيس 2013 ايمج. هننزل تحت، هنا ملف التعليق الأصلي باللغة الإنجليزية، هنكتب جنبيه كلمة أوريجينال مثلا علشان ما يستبدلهاش لو احتاجناه يعني بعد كده. انت ممكن تستبدله عادي لو مش هتحتاجه. هندوس بيست. كده عندي الملف الأصلي باللغة الإنجليزية وهنا الملف العربي. كده تمام. هنروح على جيم هاب، وهنا عندي اللعبة هنا في الكونتينر دي. هندوس كده ونفتح الكونتينر من هنا، ولو عندك دراع طبعا وصله.
كده تمام متوصل. هنرجع تاني، هنفتح اللعبة ماي كمبيوتر الدي، احنا قلنا هنلاقيها هنا في الجيمز بيس 2013. هنشغل اللعبة ندوس عليها مرتين. كده هتبدأ. عشان نخلي القوائم باللغة العربية هنروح على اوبشن سيستم سيتنج، واخر واحدة لانجوج سيتنج، ونختار اللغة العربية. بالنسبة للتعليق، الفايل اللي احنا نسخناه للفولدر ايمج هو ده اللي هيغير لغة التعليق. هنرجع كده ونشغل ماتش عادي. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم معنا في هذه الأجواء الكبيرة. يا إلهي على هذا الحضور الجماهيري الكبير، يا إلهي على هذه الأجواء، على هذه المباراة. بالتأكيد كل لاعب مطالب اليوم بأن يكون بتركيز عالي، كلا المدربين، كل اللاعبين والمشجعين يترقبون ينتظرون. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم معنا في هذه الأجواء الكبيرة. يا إلهي على هذا الحضور الجماهيري الكبير، يا إلهي على هذه الأجواء، على هذه المباراة. بالتأكيد كل لاعب مطالب اليوم بأن يكون بتركيز عالي، كلا المدربين، كل اللاعبين والمشجعين يترقبون ينتظرون. الجماهير تملأ المدرجات، الأغاني لها زيج، الروح العالية تملأ الجنبات في كل سنتيمتر في هذا الملعب. ننتظر وإياكم مباراة كبيرة. يمررها له بشكل جيد، ينطلق إلى الأمام بسرعة. ضربة مذهلة، تصدي غير عادي، حارس كالف، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. تمريرة بعيدة كان بإمكانه تنفيذ الكرة بشكل أفضل. عدت الكرة، تحرك سريع إلى الأمام. عدت الكرة، عدت الكرة، تكتل دفاعي كبير، صعب 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 المرور. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة يلعبها داخل ال18 مع مزيد من الفرص. الآن ركنية. تحكم مذهل بالكرة، الكرة تبعد بفضل تصدي المدافع. يا سلام، مجهود رائع منا، يا له من تحرك جميل. جول، لعبة في منتهى الروعة. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل، مهارة صعبة جدا لا يفعلها إلا الكبار. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. مباراة ممتعة جدا، أداء كبير جدا من الفريقين، هجمات على المرميين، لكن ما حدث
إنه خطأ من الدفاع، تراخي من الدفاع تسبب في هذا الهدف. هذا هو حوار الأبطال، حوار الكبار، من سينتصر في هذه الليلة الكبيرة ومن سيكون عنده خيبة أمل في يوم كبير مهم بالتأكيد. عدت الكرة، الآن فرصتهم للمرتدة. شوف المهارة العالية، يا إلهي على الإمكانيات العالية جدا. هكذا الكرة وإلا فلل. تصدي ولا أروع من حارس المرمى. لمسة، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، تناقل جيد الكرة، كرة جميلة، فرصة للتسديد. يا إلهي، حارس كألف، أي تصدي، أي تحدي، أي مباراة هذه. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب، يحاول اختراق الدفاع بمهارته العالية بإمكانياته الهائلة. كرة تصل اللاعب والكرة إلى الأمام، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. الله، كرة في منتهى الروعة بأجمل صورة أمامنا في هذا اللقاء. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. حسرة كبيرة، نعم لقد ضيع الكرة. ليس بالأمر السهل ولن يحدث إلا إذا قدمت مستويات كبيرة وأظهرت قدراتك أمام الجميع. كرة خطيرة. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. الآن إمكانية المرتدة، ضغط كبير جدا على حامل كرة، بريسنج يمنع من التحرك إلى الأمام، يلعب كرة، جول. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بداني أنه مستحيل التصدي لها. يا له من نجم، يا لها من إمكانيات. الله على روعة الهدف. هذه الكرة ستبقى في الذاكرة طويلا. الفريق اللي عنده النفس الطويل، اللياقة البدنية القوية الجيدة، ربما فرصته أكبر في حسم المباراة. اللاعب السريع شيء ضروري في هذا التوقيت بالذات. دفاع المنافس بكل تأكيد لن يسمح بمرور أحد، يبحث عن المهاجم. كرة تصل اللاعب، لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا، نجح في مباغتة خط الدفاع لكن هذا الأمر لم يكن كافيا من أجل أن يسجل. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب. بدا لي أنه الدفاع سهل جدا في اللقطة الأخيرة، كانت الشوارع مفتوحة لمروره لأن يتقدم أكثر نحو مرماهم. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، يرسل كرة إلى الأمام. كرة خطيرة إلى الأمام، تدخلات قوية من المدافعين، ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب. كرة خطيرة إلى الأمام، يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. بالنسبة للاعبين، مباراة الأحلام، هل يستطيعون تحقيق آمال المشجعين؟ شكرا جزيلا لكم.
في نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي أنا قلتها. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان تشجعني إن نعمل فيديوهات تاني إن شاء الله، وما تنساش تدوس على زر سبسكرايب أو اشتراك علشان يوصلك إشعار بأي فيديو بنزله. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.